ومن أجمل الأمور اللي احنا فعلا محرومين منها ومفتقدينها جدا إنك لا تنتظر رسالة من حد، ولا تستنى مكالمة من حد، ولا تمسك تليفونك كل شوية أو كل 5 دقايق عشان أنت منتظر رسالة معينة أو في قلبك لهفة معينة تجاه الشاشة. لعل وعسى حد معين أنت منتظره يبعت لك رسالة أو يجي لك إشعار منه أو يرن عليك أو أيا كان نوع التواصل. والله والله لو تحررت من هذا الأمر نفسيا هتنام زي ما تحب، تصحى زي ما تحب، لا حد يسأل عنك. ممكن تبعد لأيام وتختفي لأسابيع ومش هتكون قلقان، مش هتكون قلقان مش حد أبدا. هيكون قلبك أخف وروحك أخف ونفسك منتظم ونبضك منتظم. حياتك هتصبح مريحة لما تتحرر من قيود العلاقات. تحرر من قيود هذه العلاقات السامة قدر المستطاع. يعني خلي دائرة العلاقات الوثيقة بك قليلة جدا، لا توسع دائرة العلاقات فيما لا يجدي أبدا أبدا أبدا. انت ساعتها تبتعد عن قيود العلاقات اللي بسبب هذه العلاقات انت مربوط بالهاتف، متصل بالهاتف، عايز تبقى اونلاين دايما، عايز تبقى كونكتد دايما. كل ده هتتخفف من تلك الأحمال النفسية التي تثقل روحك وتثقل نفسك وتثقل قلبك، وأنت ربما لا تدري أنها هي السبب، ولكن هي عبارة عن قيد شديد جدا. لما تبتعد عن العتابات وانتظار التبريرات، وساعتها بس هتعرف الفرق الحقيقي بين الوحدة وبين الحرية. لما تختار العزلة، والعزلة هنا العزلة الإيجابية وليست العزلة السلبية اللي هي بمعنى التخلي عن المسؤوليات والتخلي عن الأمور الواجبة التي يجب على الإنسان أن يفعلها. لا، أنا بتكلم هنا عن العزلة عن الأمور السامة والأمور السلبية والأمور المضرة نفسيا بحياة الإنسان. لما تختار هذه العزلة بإرادتك هتصبح حرا متحررا خفيفا، تتجاهل هذا الطيش وتتجاهل تلك الرعونات وتلك الحماقات، وحينها تعلم كيف تكون الحرية وكيف تكون الخفة النفسية وكيف يكون التحرر الحقيقي وكيف 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 وكيف.